اهلا بكم مشاهدينا ويوم اخر في مجلس الصائمين. اول الكلام السلام على الدكتور سعد الدين هلالي استاذ الفقه المكرم بجامعه الازهر. اهلا وسهلا يا دكتور. بارك الله فيك في المشاهدين. دكتور، كان في بعض الاسئله من متصلين امبارح لسه ما جاوبناش عليها، بس انا بعدهم ان احنا هنجاوب عليها خلال الحلقه ان شاء الله. ان شاء الله. نذكر بسؤال امبارح. ما هو الرد الشرعي للصائم على من سبه او قاتله كما ورد في الحديث الصحيح؟ نعم. حضرتك تقوله بصوتك؟ اقول ايه السؤال؟ لو سمحت. ما هو الرد الشرعي ايوه. على من سابه او قاتله كما ورد في الحديث الصحيح؟ عشان في مشاهدين بيحبوا صوت حضرتك اكتر مني بصراحه. لا ازاي؟ ده كلهم فرحانين بانك انت بتفتح مسائل جميله وبتستقبل اسئلتهم وهناك بعض وتبشرهم بالجوائز. طيب طبعا جوائز 30 رحله عشان عمره يحبوك بقى. 30 رحله عمره على ان تبعث الاجابات مجمعه في نهايه الشهر على الايميل او على عنواننا في ماسبيرو، وكمان 30 جائزه ماليه، كل جائزه ب 1000 جنيه، يعني 30,000 جنيه. كل جائزه ب 1000 جنيه لمن هم تحت 16 سنه، وجوائز العمره لمن هم فوق 16 سنه. نرجع لسؤال امبارح: ما هو الرد الشرعي للصائم على من سبه او قتله كما ورد في الحديث الصحيح؟ دكتور سعد، انا عندي اليومين دول يعني هو سؤال يعتبر من منطلق شخصي، لكن السؤال كل ما اكلم حد من اصدقائي، ده المنطلق الشخصي، الاقيه في عمره او مسافر العمره. هل هناك فضل خاص للعمره في رمضان؟ قبل ما اقول لك الفضل في العمره في رمضان، ابشرك بحسن اصحابك. الحمد لله. كون اصحابك كلهم ما شاء الله يعني بيراعوا العمره في رمضان، ده معناها ان انت انتقيت الصحبه الجميله. وفي الحديث: المرء على دين خليله فلينظر المرء من يخالل. يعني اذا اردت انك تعرف اخلاق انسان. هو في ناس منهم مش مضمونين برضه يا دكتور، ممكن يقول لي في عمره ويعني طالع عمره الواحد ما لا انا بقاش الظاهر ضامن والله حد يتولى خلاص. يبقى بيهربوا منك يعني. ممكن، فالله اعلم. طب يا دكتور، لكن العمره في رمضان بقى عايز اقول لك عليها شيء مهم. يعني هي العمره هي سنه ولا فرض اول؟ ما هو ده اللي كنت عايز ابدا بيه، انا عشان ابين لحضرتك ان انا مذاكر النهارده العمره. هناك رايين في هذا، رايين في هذا الموضوع، وهو راي الامام ابو حنيفه والامام مالك ان هي سنه، وهناك راي الامام الشافعي والامام احمد ان هي واجب، ان هي فرض او واجب. فرض او واجب، صحيح. انت عارف كل واحد منهم معذور طبعا، بيستند يعني الى ادله حقيقة. يعني انا ليه بقول كل واحد منهم معذور؟ لان كل واحد منهم له ادلته المقنعه. فمن يجرؤ انه يوحد القولين دول لقول واحد؟ من يملك الا ان يكون نبي بقى؟ ولا صحيح. يوجد. صحيح. لو سالت الامام ابو حنيفه وسالت الامام مالك ليه قلتوا ان العمره سنه؟ قالوا الحديث بني الاسلام على 5، ما فيش فيها العمره، قال فيها الحج. 2، ان حديث رواه بعض اصحاب السنن عن جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، العمرة أواجبة هي؟ قال: لا، وإن تعتمر فهو أفضل. فدل على أن العمرة ليست واجبة، إذن سنة. لو جيت للإمام الشافعي والإمام مالك، عفوا، والإمام أحمد والشافعي، وقلت لهم ليه قلتوا إن العمرة واجبة في العمر مرة زي الحج؟ قالوا عشان ربنا قرنها بالحج: وأتموا الحج والعمرة لله. ربنا جمع الاثنين مع بعض. زي ما بتتم الحج تتم العمره. على فكره سئل السؤال ده للحنفيه: تعملوا ايه في الدليل ده؟ قالوا ده مش حجه على ان العمره واجبه، لان هذه الايه حجه على من تلبس بالحج او العمره ان يتمها ولا يخرج منها. حتى ولو كان هناك مفسدات لا يخرج منها، يتمها، ما يرجعش، يكمل. وأتمه، وعليه يعيد لو أفسدها، مثل من يعني رفث مع زوجته في ما فيهاش ناسخ ومنسوخ الآية، يعني بمعنى أن هي العمرة فرضت في السنة 9 للهجرة. العمرة مع الحج، والحج فرض في 6 قول، وفي 8 قول، وفي 9 قول، وفي 10 قول. 4 أقوال متى فرض الحج. لكن الدليل للشافعية والحنابلة أخذوا بظاهر هذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله.
لما الدليل ما عجبش الحنفيه، الشافعيه جابوا دليل تاني. رواه الترمذي عن ابي رزين، سال سيدنا رسول الله ان ابي بلغ شيخا كبيرا افاحج عنه؟ قال حج عن ابيك واعتمر. ده امر. حج عن ابيك واعتمر، هو بيسأل حج. فجاوبوا عن حاجتين، بس جاء الامر او جاءت الصياغه في صيغه الامر. في صيغه الامر، حج عن ابيك واعتمر. قالوا اذا العمره واجبه. بالمناسبه الامام احمد له قول تاني، له قول، هو طبعا له اقوال في المساله، اشهر الاقوال ما ذكرناها، لكن له قول تاني بيقول ان اهل مكه ليس عليهم عمره. وده طب ما ده ياخدني سؤال، ليس عليهم عمره. بس انا في سؤال برضو تطرق الى ذهني سابقا، واهل مكه يحجوا يحرموا فين يا دكتور؟ اهل مكه لازم تعرف ان مكه حرم ومحدده المعالم. حرم يعني ايه؟ يعني ممنوع الصيد فيها، ممنوع قطع الشجر منها. الحرم ده محدد، الصلاه في الركعه فيها ب100,000 ركعه فيما سواه في الحرم. فضل عظيم. الحرم كله. وقيل للمسجد الحرام بس، لكن مكه كلها الحرم على اشهر الاقوال. طيب الحرم ده محدد المعالم، متخيل؟ اعتبره دايره، اعتبره دايره. بعد الدايره دي ايه؟ خارج بنسميه ايه؟ ارض حل. بنسميها ايه؟ ارض حل. اذا خارج الحرم حل وداخل الحرم حرام. طيب العمره اركانها فين؟ داخل الحرم. بيطوف ويسعى ويحلق وانتهى كده الاحرام او انتهت العمره. كل ده داخل مكه. فعلشان يكون في عمره صح واحرام يبقى لازم يجمع ما بين الحل والحرم، فلازم يخرج. طب لو بيته خارج الدايره اللي حضرتك بتقول وداخل، يعني في مكه بقى توسعت اكيد دلوقتي. لا مهما توسعت الحرم محدد معين بما ورد في الاحاديث الصحيحه بتحديدها، وهي حتى الان محايده المعالم. لو خارج بقى المحدد، بيته خارج المحدد، يحرم من بيته. ده ممكن يحرم من بيته بقى. يحرم من بيته ليه؟ لانه مش هيقدر ياتي بالعمره الا داخل مكه. فجمع بين الحل والحرم. اما المقيم في مكه فلا بد ان يخرج الى الحل من اجل ان ينوي وياتي ويجمع بين الحل والحرم. اما اهل مكه في الحج بيحرم من بيته. ليه؟ لان الركن الكبير في الحج الوقوف بعرفه، وعرفه خارج الحرم. ايوه. فاذا جمع ما بين الحل والحرم. المهم نرجع للامام احمد، بيقول في احد الاقوال عنه ان العمره ليست واجبه على اهل مكه. سالنا ليه؟ قال لان الركن الاعظم في العمره الطواف، واهل مكه بيطوفوا. يبقى ليه نقول لهم مطلوب منكم عمره؟ ده حكم العمره. تعال نشوف هل الافضل في العمره اي زمن تكون. طب لو عايزين ثوابها، انا متاسف يا دكتور، في راي الامام احمد لو هم عايزين ثوابها بياخدوه يعني؟ يعني هو قال ليست واجبه. هو قال ليست مشروعه. هو قال ليست واجبه عليهم. يعني ممكن ياتوا عمره قوي يبقى اتى بسنه. قول لي لما تصلي سنه الظهر القبليه او البعديه دي واجبه عليك؟ لا. طب لو صليتها كويس هتبقى بسنه. نفس الامر بيقول ان اهل مكه العمره عليهم ليست واجبه. لكن لو اتوا بعمره يبقى اتوا بسنه، لان هو رايه الاساسي انها واجبه. وهنا تلخيصا للرايين اللي حضرتك عرضتهم، الامام احمد والامام الشافعي يقولون ان العمره فرض او واجبه مره في العمر. المره الثانيه سنه. جميل. زي الحج فرض مره في العمر. لكن الحنفيه والمالكيه قالوا العمره سنه. يعني ايه سنه؟ يعني ممكن ايها المسلم تروح تحج حجه الاسلام بس وما تعتمرش وترجع. واتيت بالفرض. هل في حديث صحيح يا دكتور ان ما بين العمرتين ربنا بيغفر؟ هذا في البخاري ومسلم. حديث ابي هريره: العمره الى العمره كفاره لما بينهما ما لم ترتكب الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. وفي حديث ثاني بقى: الصلوات الخمس كفاره لما بينهن ما لم ترتكب الكبائر، والعمره الى العمره والجمعه الى الجمعه كفاره لما بينها. دي كلها مواسم اسلاميه
ونفحات إيمانية بتشجع المسلم أو بتشجع الإنسان على إنه ينشل نفسه من المعاصي. طبعا. ما يأس، يعني يعتبر دي محطات. جت يوم جمعة ينزل يصلي الجمعة ويسمع خطبة الجمعة ويخلص النية لله، ربنا يكفر له ذنوب الجمعة الماضية من الجمعة للجمعة. الصلوات الخمس، صلى الظهر وارتكب بعض المعاصي، جه العصر ينوي الإخلاص في العصر عشان ربنا يغفر له ما بين العصر والظهر السابق. ارتكب معاصي، جه المغرب ينوي، وهكذا. ده فتح مجال الأمل وعدم تيئيس الناس من الرجوع إلى الله عز وجل. طبعا رحمة ربنا. أقول بقى يعني برضو حاجة جميلة من الأشياء المهمة، يعني سيادتك لما تلاقي واحد صاحب لك وفاته خير بتعمل له إيه غالبا؟ بحاول أنبهه، يعني بتنبهه وبتأنبه كمان، تقول له فاتك نص عمرك. ما أحبش تأنيب، بس ممكن أنبه، يعني في صورة تنبيه يبقى تأنيب في صورة تنبيه، لكن والله التأنيب يبقى أنت أخذت صفة جميلة من صفات سيدنا رسول الله. أقول لك بقى الصفة دي في البخاري ومسلم عن ابن عباس. سيدنا النبي حجة واحدة بس في الإسلام اسمها حجة الوداع. طبعا. ولما رجع من حجة الوداع كان حج معاه أكثر المسلمين، فلقى واحدة سيدة فاضلة اسمها أم سنان الأنصارية، ما حجتش معاه. لقى جوزها ولقى ابنها في الحج معاه، بس ما شافهاش وهي بتحج معاه، افتقدها. فبيسأل، شوف بقى سؤال ولي الأمر على الناس. تخيل لما يلاقي جوزها وابنها بيحجهم وهي مش موجودة، فبيطمن. بدل ما يطمن سؤال مباشر ويقول لها ما منعك أن تحجي معنا؟ أنت ما حجتش معنا ليه؟ قالت يا رسول الله الذي منعني أنه كان هذا، وتشير إلى زوجها. كان لنا ناضحان يعني جملين. الجمل ده وظيفته سقي، بيسقي، فبيسمى ناضح. الجمل متخصص زي العربية التانك اللي بتحط فيها المية، بتسميها عربية نقل ولا بتسميها عربية نقل مية؟ عربية نقل مية متخصصة، مع العلم انها نقل بس متخصصة في نقل ايه؟ المية. والتانية وظيفتها نقل بنزين، بتسميها عربية نقل ولا بتسميها عربية بنزين؟ نقل بنزين. فدي راحلة متخصصة. اسمها ناضحة. فبتقول ما كانش عندنا غير ناضحان. أخذ أحدهما أبو سنان وابنه، يعني جوزي وابني راحوا يحجوا بها. والثانية كانت تسقي لنا أرضا، فما ينفعش نسافر بيها. لا خلي بالك، أنا أقف عندها. كانت تسقي لنا أرضا، الأرض والإنتاج ما توقفش عشان يحجوا مع سيدنا رسول الله. دي نقطة مهمة جدا يا دكتور. صحيح. يعني ما يجيش يقول نعطل الدنيا ونروح مع حجة سيدنا رسول الله. ده هنا لا، الرسول أبقى. شوف قد إيه الإعمار الذي يجب أن يكون. العمل سبق العبادة. ناس تحج وناس بتطلع إنتاج، عشان الناس اللي بتحج لما ترجع تلاقي أكل وشرب، ولا لما يرجعوا يلاقوا مفيش. فلازم الأرض ترعى. فبتقول الناضح الثاني كان بيسقي لنا أرضا. كان النبي بقى ممكن يقول لها فاتك نص عمرك ولا حاجة من الكلام اللي بيمر هذا، لكن سيدنا النبي قال لها ايه؟ لا تعلمين بأن حجة في رمضان تعدل أو تقضي حجة معي. عمرة في رمضان تقضي حجة معي. الله. بيقول لها اطمني، في رمضان الجاي بعد كام شهر؟ بعد حوالي 7 شهور، لأن النبي حج في الحجة، ولما رجع آخر الحجة أو أول المحرم. عد بقى من المحرم وصفر، ربيع أول، ربيع تاني، جماد أول، جماد تاني، رجب، شعبان، رمضان، 9 شهور. قال لها كمان 9 شهور استعدي وأتي بعمرة في رمضان فإنها تعدل أو تقضي حجة معي. بس دكتور، ده فضل كبير جدا لعمرة. أنا كنت دايما أتساءل ليه الناس بتتكالب على الذهاب ده. هنا إذا هناك فضل كبير للعمرة في رمضان. ممكن تعتبر هذا الفضل خاص بها، ممكن تعتبره عام للمسلمين، ممكن، لأن الحديث ده روي بعدة روايات في غير الصحيحين، ولم يرد فيه لفظ حجة معي، وإنما تعدل عمرة في رمضان تعدل حجة. اللي في البخاري ومسلم
تقضي حجة معي. وده جاي بمناسبة أم سنان اللي هي حرمت من الذهاب إلى الحج مع سيدنا رسول الله. بس أنا عايز أنبه لشيء مهم. هو الرسول لما قال لها عمرة في رمضان تقضي حجة معي، ورمضان سيأتي بعد ذلك بعد 9 شهور تقريبا، والنبي يعلم بأنه هيموت في ربيع أول غالبا، لأنه كان بيودع الناس في حجة الوداع، فهو كان يعلم بقرب أجله. صحيح ما يعرفش متى سيموت بالتحديد، لكن قد علم بقرب أجله. صحيح. وكان يودع. فهو يعلم بأن لما بيقول لها عمرة في رمضان تعدل حجة معي، بيصبرها أيضا على أن لو أنا مت الدنيا ما توقفش، العمرة تمشي والحج يمشي والدنيا تمشي، وروحي اعتمري في رمضان وليكي أجر حجة معي. طب أنا عايز أتوقف عند فكرتين، حضرتك منحتنا فكرتين مهمين جدا دلوقتي بالنسبة لي. أول حاجة أن النبي كان يعلم في حجة الوداع أن قرب أجله، بقرب أجله، دي معلومة مهمة. والثانية خاصة بفضل عمرة رمضان. هل لنا أن ده يكون سؤال النهاردة يا دكتور؟ أوي، توكل على الله. طيب، ما هو فضل عمرة رمضان كما ورد في الحديث الصحيح؟ ما خلاص الناس عرفت. فضل عظيم طبعا. الحديث في البخاري ومسلم، وسهل قوي الوصول اليه، وعرفوا ان مقدار منزلته قد ايه، كما لو كان المسلم بيحج مع سيدنا رسول الله. طب هل في حاجه حضرتك عايز تضيفها بالنسبه للعمره يا دكتور؟ لان عايزين نعود الى اسئله المتصلين. اتمنى ان ما حدش يبالغ في العباده، ارجو ان ما حدش يبالغ في العباده. دي احد الافكار برضو حضرتك طرحتها النهارده في الحديث الصحيح، ان العمل سبق العباده. هو مش دايما لازم طبعا يسبق العباده، بس العمل سبق العباده هنا. ايوه، بس انا مش يعني عمل، افترض ان انا صاحب شركه ومكنت الشركه من الشغل واطمنت ومعين مدير ورحت اعتمرت، اشكر طبعا. ليه؟ الدنيا ماشيه ما وقفتش. لكن اللي بيجي على نفسه وياخد من قوت ولاده ويروح رايح يعمل له عمره علشان يزود رصيد ثوابه، وفي نفس الوقت ولاده في امس الحاجه الى الرعايه وامس الحاجه الى المال اللي بيصرفه، ده انا بوجه اليه يعني رجاء ان يرعى الاولويات. ايضا اللي سايب مصالحه والناس في حاجه الى شغله وهو رايح يعمل عمره، يعني ما ينفعش واحد طبيب مثلا وعنده طابور انتظار ويقول لي انا هعمل عمره. يعني تعمل عمره؟ طب والناس دي؟ الا اذا كان الدنيا فيها سعه، يعني في غيرك بيقوم بنفس الدور، لكن ما فيش غيرك بيقوم بنفس الدور، صار الواجب عليك محتم. المنطق بيقول كده بصراحه. صحيح. نبدا بالسؤال. الدكتوره اميره من اسيوط كانت قالت لا، يعني هي لو وجب التيمم لم تجد الماء فتيممت فصلت، ثم وجد الماء قبل ميعاد الصلاه التاليه، هل تتوضا وتصلي ام ماذا تفعل؟ ده محتاج تفصيل. افصل ولا اجاوب اجابه سريعه؟ نفصل يعني فصل سؤال. يا دكتور طبعا. هل فصل بسرعه. هل التيمم يرفع الحدث ام ان التيمم مرخص للصلاه ولا يرفع الحدث؟ يعني سيادتك اتيممت، شأنك شأن اللي اتوضى ولا معاك رخصه مؤقته بس للصلاه؟ معاه رخصه مؤقته. الجمهور بيقول كده. ابو حنيفه بيقول عكس هذا، بيقول انت تيممت اذا انت في حكم المتوضئ. بناء عليه سيادتك لما تتيمم من حقك تاتي بمثل ما ياتي به المتوضئ، ومن حقك ايضا ان تصلي ما شئت من فرائض في اي وقت، وخلاص تيممك معك طول النهار. الجمهور بيقول لا، تيممك ده قاصر على الفرض وممكن ادخل مع السنه، لكن اذا اديت الفرض انتهى التيمم وعليك ان تتيمم تيمم جديد لفرض جديد. ده جمهور الفقهاء. وان كان الامام احمد بيقول الفرض التيمم لزمن ما بين فرضين، يعني انا بتيمم للظهر تيممي مستمر لحد اذان العصر، اتيممت العصر تيممي مستمر لحد المغرب، من حقي اصلي في هذا الزمن ما شئت من فرائض او نوافل. ده قول الامام احمد. الامام الشافعي والامام مالك بيقولوا لا، ده التيمم يعني طهاره من اجل اداء فرض فقط، فرض واحد، وممكن يلحق معاه سنه الفرض. اما الامام ابو حنيفه بيقول انت اتيممت الصبح والميه مقطوعه وانت محافظ على طهارتك ولم يحدث نقد للتيمم
ولم يوجد ماء، إذا أنت على تيممك وطهارتك طول 24 ساعة. إذا قول الإمام أبو حنيفة هذا. بقي في حكم أن التيمم هذا لا يجوز إلا في حالتين. الحالة الأولى فقد الماء للمريض والمسافر، فقد الماء للمسافر. الحالة الثانية العجز عن استخدام الماء للمرض أو نحو المرض، مش شرط مرض، ممكن يكون حكم المرض. يعني إيه العجز عن استعمال الماء للمرض؟ واحد محروق ما يقدرش يحط مية على إيديه، صحيح. فإذا هو واجد الماء حقيقة لكن ما يقدرش يستخدمها، فيعتبر معدم الماء حكما. في واحد تاني الدنيا باردة قوي ومش قادر يستخدم الماء، ده حالة خوف. فإذا بلغ بيه المرحلة ديت هي فيها عند ناس كتير رفاهية، ده هي الرفاهية دي اللي مش قادر يستخدم الماء في عز البرد. ده حدث أيضا في حديث وإن كان في سنده ضعف، أن عمرو بن العاص كان قد أما الناس وهو جنب تيمم، فلما رفع الأمر لسيدنا رسول الله قال أصليت بأصحابك جنبا؟ قال يا رسول الله كانت ليلة شتاء البرد وخفت أن أغتسل وأصبت بجنابة، وعرفت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم، تيمم وصلى. إذا في حالة خوف فالنبي أذن له في ذلك، ومسألة خلافية بالمناسبة. لكن لما حدث ان التيمم يجوز في حالة عدم وجود الماء مع الخوف من استعماله او في حال انعدام الماء، فما رأيك في من لم يجد الماء وتيمم وصلى وفي اثناء الصلاة وجد الماء؟ الله أعلم. مش بعد الصلاة بقى، في اثناء الصلاة وجد الماء. مذهبين. المذهب الاول الحنفية والحنابلة قالوا انتهى التيمم فبطل التيمم، فعليه أن يخرج ويتوضأ ويستأنف الصلاة. الإمام مالك والإمام الشافعي قالوا هو لما بدأ الصلاة بطهارة صحيحة شرعية ولا غير شرعية؟ طهارة شرعية. أول ما دخل قال الله أكبر كان متيمم بإذن الشارع ولا بدون إذن الشارع؟ بإذن الشارع. بإذن الشارع. صحيح. له رخصة ولا ملوش رخصة؟ ليه رخصة. كان بحق ولا بباطل؟ حق. طيب دخل الصلاة يبطلها ازاي؟ ولا تبطلوا اعمالكم، يكمل صلاته وصلاته صحيحه. اذا على مذهب المالكيه ومذهب الشافعيه لو انتهى من صلاته فوجد الماء يعيد؟ لا ما يعيدش. اذا كان هو في وسط الصلاه ما يعيدش. اذا كان هو في وسط بالظبط. وعلى مذهب الحنفيه والحنابله يقضي ليه؟ اذا وجد فرصه من الوقت يستطيع ان يتوضا وان يستأنف صلاه جديده. ليه؟ لأنه صلى بتيمم صلاة طارئة وليست صلاة معتادة. ألا وقد ظهر الماء، فإذا ظهر الماء انتهى تيممه فعليه أن يستأنف وضوءا ويصلي. ده على مذهب الحنفية وعلى مذهب الحنابلة. في حديث رواه الترمذي بيقول إن في 2 من صحابة سيدنا رسول الله، رواه أبو سعيد الخدري، 2 سافروا فتيمم ولم يجد الماء فتيمم وصليا. تيمم وصلى. وبعد لما تيمم وصليا وجد الماء. فواحد منهم قال انا صليت اعيد طريق ليه؟ والتاني قال لا انا هتوضى وصلي، انا خايف من ربنا يوم القيامه احتمال يكون تيممي باطل طالما لقيت الميه وعندي صحه. صحيح. ايه رايك في المنطقين دول؟ منطقين يعني الاثنين ممكن يبقوا صح، بس لازم اعود الى رسول الله اذا موجود وهو بالظبط. لو ما كناش سيدنا رسول الله شفناه كان هيبقى منطقين صح. ايه رايك لما رجعوا من سفرهم عرضوا الامر على سيدنا رسول الله فقال للذي اعاد صلاته لك الاجر مرتين، وقال للذي لم يعد صلاته اصبت السنه. اصبت السنه. ايوه الاثنين صح. طب ممكن يا دكتور ناخد اتصال تليفوني ولا لسه في؟ نكمل خلصنا السؤال ده. لا هو لسه في سؤالين للدكتوره أميمة كانت من الجيزه، بس احنا هنرجع لها. بس في معانا العميد جمال بقى له فتره على التليفون. اهلا وسهلا. سياده العميد جمال من القاهره، اتفضل يا فندم. الو. بنعتذر للعميد جمال، انا عارفين ان حضرتك استنيت فتره على التليفون، بعتذر جدا ونرجو من حضرتك الاتصال مره اخرى. المهندس سيد من الغربيه. باشمهندس اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم.
تحياتي لسيادتك ولسيادة الدكتور هلالي. اهلا وسهلا. في قمت بالنوم ما خدتش دواء السكر، واخدت دواء السكر واذا بالفجر بيقوم بالفجر. فهل ايه الحل في الحاله ديت؟ بيقوم للصلاه بعد الفجر يعني؟ نعم. خدت دواء السكر بعد الفجر؟ لا مش بعد الفجر، خدت دواء السكر وبعدين وانا بعد ما باخد دواء سمعت اقامه الصلاه. يعني اذا اخدت دواء السكر بعد اذان الفجر؟ قبل الاذان سمع قبل الاذان طبعا، وانا كنت ناوي اقوم اصلي يعني، فاخدت الدواء وبعدين على اساس ان الفجر لسه هيبدا فسمعت الاقامه. ما بين طيب. الاذان والاقامه. اذا انت اخدت الدواء بعد اذان الفجر، في اذان وفي اقامه. سيادتك بتتكلم على الاقامه بتكون بعد الاذان يعني عدد من الدقائق، 10 دقائق، ربع ساعه، ثلث ساعه، حسب تفاوت المساجد في التاخير. ولا عيد اليوم ولا اعمل ايه؟ بس هو ما كانش سمع الاذان يا دكتور. ما هو اذا كان اخذ الدواء بعد اذان الفجر فصار ما حدث انه اكل في وقت ممنوع الاكل فيه، او تناول الشيء او تناول المفطر في وقت ممنوع الفطر فيه، فعليه القضاء، الامساك اولا والقضاء باعتبار ان المفسد قد حدث. لكن هذا عند الجمهور. لكن ذهب بعض الفقهاء الى ان من اكل ناسيا فانما اطعمه الله وسقاه، وهو ناسي في معرفة الزمن، يعني كان لا يعلم. وهذا قول قرأته في لابن تيمية، وبعض الفقهاء ذكروا بأن من استيقظ بعد الفجر ظنا أن الفجر لم يؤذن وتناول، فهذا الذي أخذه لم يكن عن عمد في نهار رمضان فصيامه صحيح. لكن أكثر الفقهاء قالوا الصيام ليس صحيحا وعليه الإمساك والقضاء. أنا أرجو أن تكون الإجابة وضحت للأستاذ سيد من الغربية. العميد جمال كان سؤاله كان في أقراص بتتاخد تحت اللسان بالنسبة لمرضى القلب، هل دي تفطر أو لا تفطر؟ كل ما يدخل المعدة والجوف من مخارج طبيعية هذا يفطر بالاتفاق. لكن الذي اختلف الفقهاء في حكم غير المغذي، الشيء الغير المغذي، ابن رشد كتب في كتاب بداية المجتهد ان في قوم من اهل العلم قالوا بان ما الشيء الذي لا يغذي ليس يفطر، والجمهور يقول حتى ولو لم يكن مغذيا فهو يفطر. بالتأكيد القرص يعتبر مغذي له تأثير، ما هو الغذاء وعدم الغذاء نعرفه منين؟ من التأثير. بالتأكيد. يعني لما تاخد يعني جنيه معدن ويتم بلعه وينزل مرة أخرى الجسم لا ينتفع، لكن القرص ده اللي بيؤخذ اكيد الجسم بينتفع بيه. لكن المشكله هنا في انتفاع من اي الاماكن تم الانتفاع به من تحت اللسان. فهل الفم جزء خارجي ام ان الفم جزء داخلي للجسد؟ اذا اعتبرت الفم جزء خارجي زي الوجه وزي اليد، اذا لو وضعت كريم او زيوت او اي دهانات على الجسد او لاصق فهذا ليس يفطر لأنه لم يدخل من مخرج طبيعي. ولو اعتبرت الفم جزء خارجي إذن أيضا هذا القرص اللي بيتم تشربه عن طريق حرارة الجسم والأعصاب وبيدخل في الدم بالتشرب ليس يفطر. ولو اعتبرت أن الفم جزء داخلي وأن هذا يؤثر إذن يفطر. إذن دي مسألة من المسائل المعاصرة اللي فيها دخول أشياء من غير منافذ طبيعية، ليس المريء وليس الجوف الطبيعي، وإنما عن طريق تشرب الدم فيه. فلك أن تقول إن هذا يفطر ولك أن تقول لا يفطر. طب الحقن المذيبة للجلطة، لا بس أنا بس عشان أحررها لازم أقول إن مستحيل تقدر تجزم، يعني يستحيل فقيه يقول يفطر، لا يفطر. هتجد فيها منطقين، هتجد فيها احتمالين، وده منطق ابن قدامة في كتابه المغني لما كان وهو بيكتب الفقه الحنبلي يجي يقول قول الإمام أحمد ويقول إيه وهناك وجه محتمل يرى كذا. محتمل يعني إيه؟ يعني ممكن يكون فيه رأي فقهي احتمالي، فبناء عليه المسألة فيها احتمالان. احتمال الأول إن الجسد بينتفع بشيء متعمد يدخل فيه
يبقى يفطر. الشيء الثاني او الاحتمال الثاني ان هذا لم يدخل من مهرج طبيعي وانما يعتبر في حكم الدهانات، لان تحت اللسان والفم جزء خارجي، بدليل ان المضمضه لا تفطر. فلما كان المضمضه لا تفطر، اذا وضع الماء في الفم فتره ثم القاؤه لا يفطر. اذا كذلك وضع الحبايه في الفم ثم القائها لو بقيت، هي بالتاكيد سيتم تشربها عن طريق حراره الجسم والاعصاب والشرايين الموجوده، لكن لا يعتبر من هذه الزاويه لا تفطر. اذا فيها احتمالين ولا احتمال واحد؟ فيها احتمالين. فيها احتمالين بالتاكيد، حسب ما قلبك بيطمئن خد الاحتمال. طب دكتور، معانا ام احمد معاها سؤال جميل جدا، وكان في سؤال عن الحقن المذيبه للجلطه. اما انا لست طبيبا، محتاجه طبيب ده هو احد الناس كيف تدخل. نعم. ست ام احمد اتفضلي. الو. هي للاسف هي سؤالها كان لسه معانا على التليفون، هي للاسف قطعت. هي طبعا دلوقتي حضرتك عارف مشاكل الكهرباء في مصر وارتفاع الفواتير، وهي زوجها واخد وصله غير شرعيه للكهرباء، فهي مش عارفه تعمل ايه. يعني هل ده، هي مش عايزه، احنا مش مجلس فتوى نقول حلال وحرام زي ما حضرتك علمتنا، انت بنقول فتاوي واراء فقهيه مختلفه. ايه الفرق بين مجلس الفتوى ومجلس الفتاوى؟ ان مجلس الفتوى شرحت لي ده النهارده. مجلس الفتوى ان انا هنصب نفسي ولي امر واقول ده صح لا ده غلط، بقول راي واحد بس. لكن مجلس الفتاوى ان انا بقول في المسائل واحده اكتر من راي، واسيب الجمهور ينتقي الراي الذي يرى فيه مصلحته او يرى فيه راحته القلبيه، حسب قول النبي صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وان افتاك الناس وافتوك. اذا مجلسنا مجلس فتاوى للمساله وليست مجلس فتوى للمساله، ومجلس الفتاوى هو مجلس الفقه. طب ماذا عن هذه المساله بقى؟ بالتاكيد شيء حرام، لكن امام الحرام ده عندك احتمالات كتير قوي. انها لو بلغت ممكن جوزها يطلقها ويخرب عليها حياتها. صحيح. ان يحصل خلاف كبير بينها وبين العيله وتبقى خلاص حياه نكد كلها. الثلاثه انها لو راحت واتخذت اجراءات من اجل الايصال الطبيعي، يعني تقدم طلب رسمي وتقول عايزين ندخل كهرباء دخول طبيعي دون سرقه، ويبقى حلت المشكله نيابه عنه. لكن بالتاكيد الذي ياتيها حرام. من الذي يتحمل الحرمه؟ هي ليست لم تفعل. متى تكون متحمله الحرمه؟ لما تكون مشاركه، لكن هي ليست مشاركه، ده هو جوزها اللي عمل هذا الامر، زي جوزها لما يروح يتكسب مال حرام وجايب لها مال حرام ويطعمها، ليس عليها ذنب. في حديث ان سيدنا رسول الله كان اخذ بعض صحابته وذهبوا الى احد من المسلمين الفقراء، فقدم لهم طعام من يعني بعض الطعام الذي قدم، فجاء يأكل منه رسول الله، فقال احد اصحابه: رسول الله تأكل منه؟ هذا المال صدقة جاءه من فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: هي له صدقة ولنا هدية. صحيح. يعني هو لما قبلها قبل صدقة، ولما قبل الصدقة صار ملك له. لما صار ملك له هو بقى من حقه يهديني، انا باخدها منه هدية. نفس الامر لو ان الزوج ارتكب الحرام من المكاسب، بالنسبه له حرام، وبالنسبه للزوجه ايه؟ حلال. نفقه. لا نفقه. لكن لو انها شاركت، دماغي في حته دكتور ان الزوج برضو، انا مش عايز ابرر ده للناس، بس دلوقتي فاتوره الكهرباء مثلا مرتبه 1000 جنيه وهي جايه له ب 500 جنيه، يعمل ايه؟ لا هو هي مش في مثل بيقول لك: على قد لحافك مد رجليك. صحيح. الناس الان كلهم حريصين على تركيب المكيفات ومش قادرين يدفعوا فاتورة المكيفات. طيب ما نعود إلى حياتنا الطبيعية، مروحة تكفي. نحاول إن احنا نلطف الجو ويتم ترشيد استهلاك الكهرباء. يعني ليه سيادتك حريص على إنك تدلع الناس في الانتفاع بأعلى ما يمكن بدون أن يكون قادر على الكلفة؟ طب وليه احنا الشعب اللي طلب منه دايما ان هو يشد الحزام ويضغط عليه؟ احنا في ظروف اقتصاديه محتاجين كده ممكن دلوقتي، لكن دي دايما مطلوب مننا كده يا دكتور. وفي شعوب في العالم عايشه كويس واحنا دوله المفروض غنيه، لا. او عندنا موارد غنيه. طب بدل ما تقول كده، طب ما تقول ليه احنا الشعب الوحيد اللي قاعدين عايزين الوظيفه تجيلنا واحنا ما نجيش لوظيفه؟ عايزين لما نتخرج جواب التعيين يجي لي ما نسعاش للتعيين. ده بالتاكيد غلط. ليه ما نسعاش احنا للعمل والانتاج؟ ليه احنا اللي حريصين لما تيجي تشوف مثلا مبنى زي التلفزيون فيه كام الف موظف، وهو فعلا محتاج كام موظف؟
العدد الكبير ده يعني فين ده؟ بطاله ما هو مقننه. كلام حضرتك بالتأكيد صحيح. ما هو ده محتاجة سياسات واستراتيجيات في الدولة تقود للعمل. يعني الشعب المصري شعب بناء بالتأكيد وعنده استعداد للبناء يا دكتور، لكن وأثبت تاريخيا يرجع في أيام لوزاره كتير. التخطيط ان شاء الله. الوزير التخطيط القادم باذن الله يكون موفق ويستطيع انه يفتح مجالات. وانا شايف ان مصر للاسف عايشه على 6 أو 7% من مساحتها. صحيح. 93% من مساحتها أرض صحراء، أرض فاضية. وإحنا شايفين الزحام، 90 مليون ساكنين في 6% من مساحتها. أي عقل يقول كده؟ يعني أنا بمدح وأقر وأثني على الذين هم في دول الخليج اللي استطاعوا ياخدوا من الصحراء ويعملوا مدن، رغم ان عدد سكانهم يعني لا يزيد. في السعوديه 25 مليون، تجارب تحترم. احنا 90 طبعا مليون. تجارب تحترم، ما حدش يقدر ينكر. الكويت نص مليون او يزيد بقليل، والامارات قطر والبحرين 350 عمل ألف. تعال شوف الاعمار في قطر شكله ايه. تجارب تحترم على المستوى الاقتصادي. عامل اعمار في السعوديه، عاملين اعمار في الامارات، عاملين اعمار في الكويت، بما يحقق طموح المواطن 200 سنه قدام. هو يعني على المستوى الاقتصادي تجارب تحترم، ولكن ليس هذا اذا العمل طبعا. استاذ محمود من القاهره، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا استاذ محمود. انا كان ليا سؤال، انا اسف بس معلش. حضرتك كانت والدتي تعبانه حضرتك. اتفضل. ايوه. وانا بصراحه من الضيق بتاع تعبها، فكنت تلفظت بالفاظ صعبه شويه. قلت لها يعني طب انت بتصلي ليه؟ طب وربنا عمل لنا ايه وحاجات زي كده يعني. فانا مش عارف الكفاره بتاعت حاجه زي كده ممكن هتكون ايه يعني. طبعا مش عارف. يعني تقصد ان يقينك كان بيهتز في لحظات يا استاذ محمود؟ طيب كفاره حاجه زي كده ايه؟ شكرا يا استاذ محمود. هل في سؤال تاني؟ لا انا بس اعرف بس حضرتك، لان طبعا انا يعني زعلان من الموقف ده من امبارح. عايز اعرف بس الكفاره بتاعته ايه او ايه ده لسه حاصل امبارح. شكرا يا استاذ محمود. متشكر جدا. شكرا جدا. شيء جميل ان يكون الانسان عنده نفس لوامه يعني. ده مؤشر جميل ان الانسان بعد لما يغلط، ولازم نغلط، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. فشيء طبيعي ان الانسان يمارس الخطا، لكن اللي مش طبيعي ان بعد لما يمارس الخطا يتمادى فيه. فكون المذنب يشعر بانه زودها حبتين وانه اخطا، ده نص الحل. النص الثاني فيما يتعلق بالجانب الحياتي اهم، وفيما يتعلق بالجانب الديني بسيط. يبقى اول نص اللي هو الاعتراف. النص الثاني له شقين، شق ديني وشق حياتي. الشق الديني مع ربنا بسيطه جدا جدا جدا. استغفر الله. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. بسيطه. صحيح. سيدنا رسول الله في حديث صحيح البخاري ومسلم مر في المقابر فوجد امراه تجلس على قبر ابنها وتقول كلاما قبيحا. يعني حاسه كده ان قبض ابنها في حياتها متاثره جدا. فقال لها صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري. فقالت له اليك عني انك لم تصب بمصيبتي. فواحد راح قال لها انت بتخاطب الرسول عليه السلام. سيدنا رسول الله ماذا فعل لما وجد الانسانه كده في عز هياجها؟ ما شدش عليها، سابها. وده الذكاء، انك تسيب الانسان في فتره تشنجه حتى يهدأ، لكن ما ينفعش تواجهه انت غلطان، انت فوق، انت بتتكلم. لا لا لا، هدي الجو وانسحب. فانسحب. فالست لما جالها الراجل الصحابي وقال لها انت كنت بتخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، اتأثرت وراحت رايحه خبطت على البيت واخر النهار، يا رسول الله ما كنت اعرفك. فقال لها صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمه الاولى. يعني الانسان لازم يتحمل الابتلاء، يتحمل المشاكل ويتحمل الصدمات، ولازم اجمل ما في الانسان التحمل عند الصدمه الاولى. فادالها درس ان ازاي اتحكم في نفسي عند الساعه الاولى. لكن فيما يتعلق بالدين بسيطه، توبه والاستغفار. بقي حق الاخر اللي هو حق المجتمع، والدته ولا اخته ولا زوجته ولا من كان يغضب في مواجهتها. ده حق دنيوي ولا حق ديني؟ حق دنيوي. ده يشد حلو فيه. بس بسحور على حسابه يمشي، انا شفتها بفطار على حسابه يمشي، بفسحه جميله يمشي. اكيد امه هتبقى سعيده بيه لان هو واضح ان عنده ضمير.
لان النفس اللوامه ده انسان عنده ضمير. مظبوط. يعني. لا انا هعيد تاني الجمله اللي حضرتك دخلت في الخط فيها وانا عايز ابرزها. احنا بنتكلم على حق الاخر، حق البني ادم. انا غلطت في حقك وقلت كلام غير طيب. الكلام الغير طيب ده له شقين، شق ديني وشق حياتي. الشق الديني فيما يتعلق بيني وبين الله استغفار وانتهى. طب الشق الحياتي انت خلاص اعرضت عني، غضبت مني من كلماتي القبيحه، يبقى ايه المطلوب مني؟ المطلوب مني ان انا ابذل مجهود واخليك ترضى عليا مره اخرى، زي ما انا غضبتك ترضى عليا. كلمه طيبه يعني. اذا مسؤوليه سيادته امام من غضبه انه يريحه، ومسؤوليته امام الله عز وجل التوبه والاستغفار. كلمه طيبه، او لو في استطاعته هديه، او يعني كله. استاذ محمود ان شاء الله تنصلح الاحوال بينك وبين ست والدتك. في تليفون تاني يا استاذ خالد؟ وقتنا للاسف خلص يا دكتور سعد. نذكر المشاهدين بسؤالنا النهارده: ما هو فضل عمره رمضان كما ورد في الحديث الصحيح؟ استاذنا الدكتور سعد الدين هلالي، استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر، نورتنا. وجوائزنا 30 جائزه عمره و30 جائزه ماليه، كل جائزه ب1000 جنيه. تبعت على الايميل او على عنواننا في ماسبيرو، وسواء الاسئله على صفحتنا في الفيسبوك مجلس الصائمين. مشاهدينا نشوفكم بكره ويوم اخر في مجلس الصائمين.